السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. ده ايه ده يا نونا؟ ده يا ستي ستيك، يعني بيبقى اتخن من البفتيك بسنتي كده، يعني بيبقى ارتفاع حتة اللحمة كلها ما تجيش سنتي او سنتي ونص. دي الجزار بيعملها لك، بيقطعها لك زي ما انت عايزة. كويس. فاحنا بنعمله في الجريل، او لو عندك طاسة دي حاجة طبعا بترجع لك، اللي عندك بتعملي فيها. بس بندهن كده الجريل حبة زيت صغيرة، وندي اللحمة صدمة طبيعي كده. بتنزل الصوص اللي فيها اللي هي شربات، وبتستوي وبتبقى في منتهى الجمال. تعالى اقولك بقى احنا هنعملها ازاي، وهنتبلها ازاي، وهنشتغل فيها ازاي. تعالي معايا. بصي يا ستي، احنا نجيب بصلية حلوة كده، نقطعها ايه جوانح طرنشات كده، يعني نقسمها نصين نقطعها طرنشات. كويس كده. قطعها كده عادي، يعني مش هنسيب، احنا مش هنرمي حتة البصلة دي، حرام. اهو كده تمام. تمام. هنيجي بقى قطيتين برضو حلوين كده محترمين، ونخرطهم اي تخريط عشوائي يعني. انت تقولي للجزار بتاعك انا عايزة استيك، بيبقى جميل جدا جدا بصراحة. شوية رز بقى جنبه، شوية مكرونة، شوية بطاطس محمر، اللي انت عايزاه. طبعا دول بقى اصحاب الدايت هيعشقوه. هنحط ملح، فلفل سماق، شوية كزبرة، حبة جنزبيل بودر، قرفة بتاع ده، جوز الطيبة صغيرة، توابل لحم، شوية خل، 100 معلقتين تلاتة كده خل مش أكتر. وهنحط بقى اللي هو دبس الرمان. بص، مش عايز ينزل من الإزازة، الدنيا ساقعة فماسك فيها. خدي بالك دي مش لحمة هنشويها على السيخ هنحط لها حتة زبادي، لا، دي هتستوي على الجريل، فمش محتاجين الزبادي. وبعدين بتبقى لحمة رقيقة، لحمة الشوي بتبقى أتخن، فبنحتاج الزبادي يطريها. احنا كده مش محتاجين الزبادي يطريها، هي أصلا مش هتاخد سوا على النار. يبقى بتبقى أتخن من البفتيك حاجة بسيطة يعني. لو عندك بفتيك وعملتيه بنفس الطريقة دي، بس خلي بالك منه عشان ما ينشفش. اهو بصي اللحمة، بصي عاملة ازاي، رقيقة خالص. طبعا الجزار كان مقطع لي اكبر من كده بكتير، بس انا بقى اللي قطعتها يعني ايه، حاولت كده اقطع كل حتة نصين يعني، كبيرة قوي. اهو. هنقلبهم كده مع بعض، وهنسيبهم ساعتين تلاتة. يعني انا كده عملتهم الصبح اول ما صحيت من النوم قبل ما افطر، وركنتهم بقى لوقت الغدا، يعني قولي مثلا من الساعة 11 او 10 ونص لغاية ما ابتدينا نتغدى الساعة 5. ابص كده، حطيت رشة زيت صغيرة، وهبتدي انزل بيها كده اللحمة. اهو. مش عايزة اقولك بتبقى طرية وتحفة. والله عارفة بقى اللي بيعملوا دايت، حبيبتي بقى اللي بتعمل دايت دي هتاكلها وتشكرني بصراحة. انا ايام الدايت ما باكلش غيرها. اولا صحية، ما بحطش دهون كتير خالص، مفيش دهون فيها اصلا يعني. اهو بصي، ونبتدي نقلبها بس كده ونسيبها. طبعا لو انت بتعمليها في طاسة او صينية تغطيها بقى، يعني بس انا عشان الجريل بغطيه، فانت ممكن تغطيها. خلاص تغطيها كده وتوطي عليها، بتبقى نار اقل من المتوسطة، عشان ما تتحرقش منك، وفي نفس الوقت ما ايه. احنا بقى في الاخر كده هنديها لون يعني، عايزينها تستوي. بعد ما تستوي هنديها اللون بتاعها. اهو بصي، بصي كده انا بقى واقفة جنبها بديها اللون بس، عشان ما تتحرقش، بديها لون كده تبقى زي المشوية. تبقى تحفة في الاكل وهتعجبك جدا. واللحمة ما بتاخدش سوا، ان هو اصلا الجزار بيدالك صغيره فما بتاخدش سوا. طبعا بقى بألف هنا وشفا يا رب للي ياكل بقى. اهو. انا فضلت بقى واقفه جنبها، افضل اقلب فيها تاخد اللون على الناحيتين، ما سبتهاش من ايدي.
لكن طول ما هي بتستوي بغطيها. بصي بقى طلعت، بصي عاملة ازاي، بصي لونها جميل ازاي، كأنها لحمة مشوية. بصي بصي مستوية ازاي، ما شاء الله، نهارية. بصي اهي، بصي مستوية ازاي، حلوة قوي. ألف هنا وشفا للي ياكل. احنا عموما بنعشقها يعني. عملت بقى انا جنبها رز بسمتي وعملت جنبها شوية سلطة. يعني انت ممكن تعملي ما جنبها بقى مكرونة، تعملي جنبها بطاطس محمر، اللي انت عايزاه يعني. اللي شوفي ايه اللي ولادك بيحبوه ايه. احنا عملنا جنبها صراحة رز وسلطة، بوريها لك بدوقها بقى، ومالحة وطعمها حلو، جميلة بصراحة. اهي بصي حلوة، او طبق مليان يعني. ده الطبق ده كفى، احنا كنا 5 افراد في اليوم ده يعني. اوعي تنسي تعملي لي لايك، واذا كنت ما اشتركتيش في القناة اشتركي لو اول مرة تتفرجي عليا. انا نونا. ادعميني بلايك، ولو مش مشتركة اشتركي ودوسي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في قناتي ماما نونا. بحبكم في الله، تركتكم في رعاية الله. السلام عليكم.